السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض طريقة الممبار والكمونية، طريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم ان شاء الله. عندنا هنا كيلو من الفشة، عندنا كيلو ممبار، عندنا كوبايتين من الصلصة، عندنا خضرة وبصلة، وعندنا هنا البهارات وكمون وكزبرة، وعندنا توم مفروم. عندنا هنا معلقة سمنة. ننزل بالبصلة، نحمرها كويس كده. بصوا كده، اول ما تاخد اللون ده ننزل بالثومة نقلبها معاه كويس. هنا ننزل بالكمونية الفشة كده، نقلبها كده شوية، نشوح فيها مع البصلة والثومة. نقلب فيها كويس. كده ننزل بمعلقة من الصلصة، هنا ننزل بالطماطم نقلبها معاه كده كويس. ننزل هنا بنص معلقة من الكمون، نص معلقة من الفلفل الاسود، نقلبه كده كويس. حبة هنا من البهارات، نغطي عليها بقى. هنا هنعمل الممبار. عندنا رز طبعا، ننزل عليه بالبصلة كده، وعندنا هنا الخضرة دي كلها نعمله ني في ني. هنا عندنا الطماطم ننزل عليها كده، نقلبه كده كويس. ننزل بمعلقة من الصلصة كده، وننزل بحبة من الزيت، نقلبه كويس. ننزل بالتوابل بتاعتنا اللي هي البهارات والكمون وكزبرة. احنا حطينا معلقة صغيرة من الشطة. بصوا لونه تحفة، جربي الطريقة دي هتعجبك ان شاء الله. بص كده، بصوا الطريقة ديت مش بتاخد معاكي وقت، جربيها. بص كده، نبتدي هنا نحشي كده. بصي ايه رأيك؟ طريقة حلوة بجد، متاخدش معاكي وقت.
هنا خلاص عملنا كل الكمية. هنا عندنا مية تكون بتغلي وننزل فيها كمون، معلقة من الكمون، ننزل كده بالكمية كلها. اعملي الطريقة دي بتاكلي احلى ممبار في الدنيا زي بتاع المطاعم. هنا عندنا طبعا كده بعد ما اتسلق كده، ايه رأيكم؟ هنا بعد ما خلص حمرناه، دي الكمونية بعد ما طلعت من الفرن. رأيكم في الطريقة؟ يا رب تكون الوصفة عجبتكم. لو عجبتكم لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.